فايت خدمنا بجوجل ماب، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، ما كاينش اللي ما كيحتاجهاش في حياته، ولكن تصور معايا بلاص ما تحل لابليكاسيون باش تشوف الطريق كتفاجئ انك كتشوف شي حاجه اخرى اللي ما كانش من المفترض انك تشوفها. اليوم غادي نشوفوا اغرب وارعب الحوايج اللي تلقاو في جوجل مابس، وغادي نبداو من اقل حاجه مرعبه حتى لاكثر حاجه. فاللي كيعجبو هاد الانواع ديال الفيديوهات كمل معايا حتى الاخر، وايضا خلي معاك واحد لايك واشتراك في القناه، ما غادي تخسر والو. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، يلا نبداو. ولكن قبل ما نبداو بغيت نشارك معكم واحد الاداه اللي بصح غيرت الطريقه كيفاش كنقاد المحتوى ديالي. هي باو فوتوربي، واحد السوفتوير مدعوم 100% بالاي اي، وفيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعاونوك، بحال مثلا الايماج جينيريتور واللي يختار عليك صوره عن طريق داكشي اللي كتقول ليه. وانا براسي ديجا استعملته في بزاف ديال الصور المصغره في الفيديوهات ديالي، بحال مثلا ديك ستوري تايم ديال اكفاس الصفيره. فقط جيت لهنايا كتبت ليه داكشي اللي بغيت وبركت على جينيريت، وكيخرج لك 4 ديال التصاور من داكشي اللي بغيتي نتايا، وانت كتختار منهم اللي يعجبك كيف ما كتشوف قدام. وطبعا الكاليتي اللي طالعه بزاف، بما اننا كنهضروا على الكاليتي، حتى الا عندك شي تصويره من العصر الحجري الكاليتي ديالها ناقصه بحال اللي عندي انا دابا هنايا، كاينه واحد الاداه اللي سميتها الفوتو انهانسر اللي كتطلع لك الكاليتي ديال اي تصويره عندك وتردها لك فول اتش دي. كيف ما كتشوف داكشي اللي غادي ندير التصويره دابا، وفريمون نتيجه خياليه. فوتوربي فابور، وايضا كيدعم اللغه العربيه، ولا دخلتي من الرابط اللي غادي نخلي لك تحت صندوق الوصف، وايضا في اول تعليق غادي تستافد من هادشي كامل اللي قلت لك، وايضا غادي تدعم القناه. شكرا بزاف، وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، يلا نبداو. تصور معاكم واحد الشخص اللي كدير واحد الحاجه اللي غير قانونيه، وداك الشيء كنتي لسنين مخبيه على البوليس، ولكن في الاخر غادي تجي جوجل مابس غادي تضحك ماشي غير مع البوليس وصافي، ولكن مع العالم كامل. وهادشي اللي غادي يطرا مع واحد الشخص اللي سميتو كورتيس كروفيت. في 2013 كروفيت كان عايش في اوريغون، وكانت عنده واحد الخدمه اللي ماشي قانونيه بزاف، واللي هي كان كيزرع الماريوانا. ماشي هذه المشكله، حيت هو في الاصل كان عنده ترخيص باش يزرع هاد الماريوانا هذه في الجرده ديال الدار ديالو، ولكن البلان اللي تقدر تكون ما عارفوش واللي هو داك التصريح او الترخيص كيسمح ليه فقط انه يزرع 30 نبته فقط، وهادشي كامل اغراض طبيه. وديك الماريوانا كتمشي للمختبرات وداكشي الاخر، بحال كيعاونوهم في الانتاج ديال ديك الماريوانا. ولكن كورتيس هنايا غادي يطمع وغادي يبغي الفلوس بزاف وبالزربه، وبلاص ما يزرع غير 30 نبته اللي كانت مسموحه ليه، غادي يزرع 94 نبته، يعني اكثر من التريبل ديال داكشي اللي مسموح ليه من طرف الدوله. كورتيس فاش غادي يشوف الخطه ديالو ناجحه وبدا كيدخل الفلوس، غادي يدير واحد الخطا فادح اللي هو بلاص ما يسكت وصافي غير يكمل في داك البيزنس ديالو اللي غير قانوني، لا غادي يخرج، غادي يبدا يعيق على صحابو، شوفوني شنو كنزرع، شوفوني شحال كندخل. حتى في الاخر واحد من دوك الناس اللي بقى كيعيق عليهم كورتيس غادي يبلغ عليه للبوليس. فهنا البوليس شنو غادي يديروا؟ ما غادي يمشيو لا عنده للدار لا حتى شي حاجه، غادي يمشيو وغادي يحلوا جوجل مابس، غادي يبداو يزوميو ويقربوا على الحديقه ديالو، وهنا فين كلشي غادي يبان لهم بوضوح، وقدروا كاع يحسبوا بالضبط شحال من نبته كان زارعها غير من ديك الخريطه. هنا فين غادي يدخلوا البوليس، غادي يمشيو يصوروا كاع داكشي اللي كان زارع، غادي يدوز للمحكمه، ولكن المده باش تحكم بها ما كانتش معلن عليها كاع. ولكن اللي اكيد واللي هو كورتيز دخل الحبس. صراحه ما عرفتش واش هادشي طرا ليه بسبب جوجل ماب او لا بسبب داك خونا اللي شكم به، ولكن وحنا طالعين في القصص غادي تسمع شي حوايج اللي عمرك تخيلتيهم. بحال مثلا هادشي اللي غادي نوريك دابا، غير هاد العام هذا في 2025 واحد الشخص في تويتر غادي يحط واحد البوست فين شاف هادشي هذا مكتوب في الخريطه في واحد البلاصه في لوس انجلوس. شي واحد كاتب كلمات كبيره على الارض بالعباره ديال هيلب او لا مساعده. الكلمات كانوا كبار بزاف لدرجه كانوا كيبانوا بالخريطه من الفوق، وهاد الشخص اللي بوست هاد التصويره حطها على اساس انها تقدر تكون متعلقه بشي جريمه اختطاف مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. ومن بعد ساعات قليله فقط من داك البوست غادي يمشي فايرل، الاف الناس غادي يبارطاجيو حتى هما، والقصه كبرات بزاف حتى داز في قنوات اخبار كبيره اللي هما براسهم صيفطوا الدرون ديالهم باش يشوفوا واش بصح داك الشيء طاري ولا لا، وفعلا لقاو دوك الكلمات مكتوبين، وكانت مكتوبه عن طريق الحديد والخرده اللي كانت مجموعه في ديك البلاصه. This is what people are talking about. These help signs that are look at this one. This is a big help sign. ولكن مازال ما ساليتش. كلمه هيلب ماشي هي الكلمه الوحيده اللي كانت في ذاك الموقع، كانت واحد الكلمه اخرى بالاسبانيه واللي هي ترافيكو او التهريب، وشي كلمات بالانجلي بحال فيدرال ولا الاي بي دي واللي هي لوس انجلوس بوليس ديبارتمنت واللي هي البوليس ديال لوس انجلوس، واللي كيزيد يخلي هاد الكلمات هادو وهاد التصويره مرعبه اكثر. واللي هي الموقع ديال ديك البلاصه كانت حدا واحد الميناء ديال السفن اللي كيدوزو منو دوك السفن الكبار اللي كيكونوا هازين الكونتينرات، عرفتوهم. كاينين الناس اخرين فاش بداو كيدققوا بزاف في التصاور هادو لقاو باللي كاينين انفاق من تحت الارض، وكاينين شي سلالم كيديو كل دوك الانفاق. وهنايا فين فريمون الصحافه بدات كتهضر على الموضوع هذا حيت طول بزاف. This migrants trying to reach out for help. Is there some sort of underground area in this
في هذه المرحله هذه كلشي كيقول النظريات ديالو، اللي كيقول اختطاف، اللي كيقول انفاق، اللي ما عرف شنو كيقول. ولكن غادي يجي شخص واحد اللي بصح غادي يحاول يقلب على الحقيقه، وسميت الحساب ديالو الي جاي اولا الدري ديال لوس انجلوس. وبما انه ساكن في نفس ديك المدينه وديك البلاصه قريبه عليه، قرر انه يهز الكاميرا ديالو ويمشي هو برجليه لديك البلاصه باش يصور داكشي اللي كاين. وفاش وصل هادشي اللي لقى. Okay, there's the help sign right there. The big help. I mean, I honestly don't know if this is just kids fooling around or something real. فاش كتشوف داكشي على ارض الواقع، دوك الكتابات كيبانوا فريمون كبار بزاف، والشخص اللي صايبهم غادي يكون بدل واحد المجهود اللي كبير. من بعد هذا الشخص غادي يلاحظ شي حاجه اللي شويه مرعبه. لقى واحد الكلب مربوط بواحد البوطو ديال الضو طايح حدا مجموعه ديال النفايات، والشا كطيح عليه وما كاين حتى شي واحد حداه. عيا يقلب على ديال من داك الكلب، ولكن حتى شي واحد ما كان كيجاوب. See if I can get some of his attention. Hello? Is anybody there? Anybody whose dog this is? وهنا فين غادي يقرر يمشي يسول دوك المتشردين اللي كاين في دوك البلاصه على القصه ديال هاد العلامات هادو، حيت هما اللي جالسين في الزنقه تماك، هما اللي يكونوا عارفين شنو كان طرا. وهنايا فين غادي يعرف الحقيقه. A guy named Jose? He's writing those messages over there? غادي يلقى واحد المراه متشرده اللي غادي تقول ليه الحقيقه ديال داكشي كامل. ما كانوش مجموعه ديال الناس اللي في خطر، ما كانوش شي وحدين اللي مختطفين ولا شي حاجه، كان فقط واحد الشخص سميتو خوزي. من بعد غادي يسولها علاش دار هادشي. Why is he doing that? Do you know? جاوباتو باللي هو كتب ديك الكلمه ديال هيلب حيت هو اللي كان محتاج المساعده. ومن بعد هذا الشخص هذا باغي يبوستي الفيديو ديالو، وغادي يجاوب على الفيديو القسم ديال الشرطه ديال لوس انجلوس، وغادي يقول باللي بصح خوزي هو اللي دار هادشي هذا، وحنا راه ديجا كنا كنتواصلوا معاه هادي سنين باش نعاونوه لا من ناحيه السكن لا من ناحيه الصحه، ولكن هو اللي كان رافض. فما كاين لا اعتداء، ما كاين لا اختطاف، ما كاينين انفاق من تحت الارض، ما كاين حتى شي حاجه. واخا هاد القصه هادي غريبه ولكن ماشي مرعبه لديك الدرجه، حيت هادشي كامل اللي دار بسبب البشر. ولكن هادشي اللي غادي نعاود لك دابا دار بسبب الاشباح. في الحافه ديال مدينه مكسيكو كاينه واحد الجزيره اللي شويه مشبوهه، من الفوق كتبان هادئه او زوينه، ولكن فاش كتشوفها عن قريب كتشوف الالاف والالاف ديال الاشياء الغريبه اللي معلقه في الاشجار تما. ولكن كاين واحد اليوتيوبر اللي شد هاد البلاصه هادي وبقى كيزومي فيها بزاف حتى قرب وعرف هاد الاشياء الغريبه اللي معلقه شنو هي في الحقيقه. That has doll parts hung up all over this little area. الجزيره كامله عامره بدوك الدومه الصغيره، وهاد الدومه هادو ما كانش الشكل ديالها عادي. You know, it's just parts of dolls, and they're all kind of like messed up in different ways, or like muddy, or something pretty weird. وهذا الشيء كامل كان بسبب واحد الشخص اللي سميتو خوليان. ولكن شنو هي الحاجه اللي غادي تخلي هاد خوليان ولا هاد الشخص هذا يغطي الجزيره كامله بهاد الدومه المرعبه؟ القصه كامله غادي تبدا هذه 70 عام فين واحد الحادثه مأساويه طرات. في 1950 خوليان كان في هاد الجزيره فين غادي يكتشف واحد الاكتشاف مرعب. He found the body of a girl at the entrance of this chinamba. He tries to rescue her. Unfortunately, he's unable. خوليان كان حزين بزاف باش نطرى لهاد البنت هذه. موراها بايام قليله غادي يشوف واحد الدميه مليوحه فوق الماء ديال البحر في البلاصه بالضبط فين لقى ديك البنت الصغيره ميته، وامن بان ديك الدميه كانت ديال ديك البنت الصغيره، وشد ديك الدميه وعلقها في واحد الشجره كذكرى. ولكن موراها قال باللي اشياء غريبه بدات كطرى عليه، بحال مثلا بدا كيسمع شي اصوات في شكل في الليل. خوليان كان كيقول باللي الروح ديال ديك البنت بقات ملاحقه، ولشي سبب من الاسباب لقى بانه يعلق دوك الدومه في الشجر هو الحل باش يتخلص من هذا الروح هذه. وشحال ما زاد علق دومه على الاشجار اكثر، شحال ما ديك الروح ما غتبقاش معذبه اكثر. وهذا الشيء اللي دار على مدار 50 سنه كامله. خوليان كان كيجمع اي دوميه لقاه، ولكن خوليان ما كانش كيجمع اي دوميه وصافي، لا كان كيقلب غير على هذوك اللي خايبين ومخربين. حتى في الاخير الجزيره كلها ولات مغطيه بهاد الدومه كاملين اللي كيبانوا مرعبين. وللاسف النهايه ديال هذه القصه هذه محزنه كيف من البدايه ديالها. في 2001 خوليان غادي يكون هو وولد خوه كيصيدوا في واحد القارب في ذاك البحر فين لقاو النيت ديك البنت ميته، ولكن راه من بعد 50 عام دا كانوا جالسين كيصيدوا شويه. خوليان غادي يقول لولد خوه واش كتسمع هادشي هذا؟ ولد خوه ما فهمش، قال له اش كتسمع؟ ما فهمتش. قال له راه حريه البحر كيناديوني من تحت البحر كيخص يمشي عنده. ولد خوه استغرب قال له لا اش كتخربق، راه ما كاين حتى شي حاجه، وحضي راسك اللي تمشي تغرق، ما تنقصش من الباطو. غادي يساليو الصيد ديالهم، غادي يرجعوا في حالهم
خرجوا من الدار في الليل خوليان غادي يختفي، ولكن في الصباح فاش ولد خو غادي ينوض يقلب عليه ما غاديش يلقاه، وغادي يمشي لذاك البحر اللي كانوا كيصيدوا فيه في الاول اللي اصلا ماتت فيه ديك البنت في الاول، وغادي يلقاو الجسد ديالو طافي فوق الماء بطبيعه الحال ميت حيت غرق في نفس البلاصه اللي كانت غرقات فيها ديك البنت. ومن بعد ما هاد القصه هذه انتشرت بهذا الشكل ديك الجزيره ولات واحد الوجهه سياحيه، كلشي كيجيها من جميع انحاء العالم. وهنايا عاوتاني فين غيخرجوا بزاف ديال النظريات، بحال مثلا شي وحدين كيقولوا باللي دوك الدومه كتهضر معاهم، كاين اللي كيقول باللي ديك الدومه كتحرك راسها ولا يديها، فما عرفناش. ما كرهت الصراحه نمشي لهاد الجزيره هذه نديروا شي فيديو تماك ونقول لكم واش بصح دوك الدومه كيتحركوا ولا لا وعلى ستوري كيفاش دايره وعلى النهايه ديالها شحال حزينه صاحبي. وبيض واحد راه ستوري حقيقيه 100% وطرات بصح. دابا البلان واللي هو واش السبب اللي مات عليه خوليان هو نفس السبب اللي ماتت عليه ديك البنت؟ زعما واش حتى ديك البنت سمعت شي اصوات باش مشات ماتت في ديك البلاصه؟ ما فهمتش انايا. او ديك البنت هي اللي عيطات لخوليان باش حتى هو يجي يموت في ديك البلاصه باش اوكي خصني نحبسها في بالك. فالا بغيتو نديروا بارت ثاني على هذا الموضوع، مازال عندي بزاف ديال البلايص في جوجل مابس، بحال مثلا واحد الطوموبيل كانت غرقانه في واحد النهر وتحلات جريمه على قدها غير بسبب جوجل ماب. فالا كانوا كيعجبوكم بحال هذه المواضيع قولوا لي تحت في التعليقات. ايضا قولوا لي كي جاكم ستيل جديد الفيديوهات، نتمنى يعجبكم تكونوا مرتاحين اكثر هكا. فريمون محتاج التفاعل ديالكم ديال بصح، خاصه في هذه الوقيته هذه حيت لاشين فيها بزاف ديال المشاكل، وهاد المشاكل ما غيتحلوا حتى الفوقاش. شهر وقيله شهر 11 ولا ما عرفت شحال. فريمون واحد التحضير عاطي ليه فيه 3 شهور اصاحبي. فالا كنتي باغي دير لايك ولا تشترك في القناه ديال الوقيته صراحه فين تقدر ديرها لي. الا وصلتي حتى لهنا خلي واحد لايك واشتراك في القناه، وايضا كتب الكلمه ديال جن مثلا في التعليقات باش نعرفك وصلتي لهاد البارتي هذه. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتوا هما يكونوا كيبانوا لك هنايا، برك شي واحد فيهم متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.